من الأخبار الجميلة جدا 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 جدا، منتخب المغرب اللي خسر خسارة قاسية من ألمانيا في بداية المونديال بيحقق انتصارين متتاليين وبيصعد لأول مرة في تاريخ الكرة العربية إلى الدور الثاني. فاز على كولومبيا 1-0، وكان فاز على كوريا الجنوبية. وألمانيا اللي كسبت المغرب فوز كبير جدا، أو فازت على المغرب فوز كبير جدا، خرجت. كولومبيا والمغرب هم اللي صعدوا. مبروك، المغرب ماشيين صح بنسبة 100%. عايز أسألك عن رضا سليم ومايلي اللاعب الجديد اللي بيراميدز ضم. حلو. رضا سليم يا كابتن، احنا قبل ما نتكلم عن رضا سليم بس في سريعا كده هنتكلم، يعني خلينا اقول مثلا ان وليد ازارو مع الاهلي 44 هدف في 96 مباراه. ده رقم كبير جدا. اكبر خطا عمله النادي الاهلي انه مشى ازارو. هو كان عنده مشاكل يا كابتن، بس كان عنده مميزات. كان عنده اختلاف مع فايلر بس يعني عادي جدا. يعني انا بحب فايلر عامه يا كابتن، وانا بحبه جدا. بس انا بقول رايي ان الخلاف حتى في طريقه لعب. فايلر ليه طريقه لعب مش مناسبه لازارو، فازارو سجل 44 هدف في 96 مباراه. اشرف بن شرقي مثلا مع الزمالك سجل 43 هدف في 111 مباراه. فاحنا بنتكلم بينجح جدا في مصر. فرص نجاحهم كبيره. فرص نجاحهم كبيره جدا. على فكره زكريا الوردي هو اللي سجل هدف في الرجاء النهارده في الوحده. وكابتن حتى مثلا عبد الكبير الوادي. يعني طبعا. حتى الموجودين في الدوري لا تلاقي المغاربه لا بينجحوا. فانا متخيل ان رضا سليم وارد جدا جدا بنسبه، يعني من وجهه نظري تتخطى 90%، هيكون صفقه رابحه جدا للنادي الاهلي. خصوصا كمان ان ارقامه كويسه. احنا بنتكلم عن لعيب طوال تاريخه سجل 32 هدف وصنع 26 في 115 مباراه، فده رقم كبير. فرضا سليم لا انا متفائل بيه جدا كمان كمغربي يعني، وكنجاح الفكره المغربيه في مصر دي مهم. لازم اسالك عن اشرف بن شرقي. طيب اشرف بن شرقي يا كابتن، انا جمعتني مكالمه من ساعات قليله باحد ممثلي اشرف بن شرقي. الامور رايحه فين؟ الدنيا ايه؟ انتوا اتاخرتوا في الاعلان؟ قال لك لا لسه، احنا قدامنا فرصه شهر 8 ومش مستعجلين. طيب الدنيا ايه؟ هل هو خلاص جاي مصر ولا العروض الخليجيه؟ مبدئيا كده يا كابتن، العرض الاقوى جوه مصر والاقرب هو نادي بيراميدز. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمتابعين. اتمنى تكونوا مستمتعين بهذا اللقاء مع النجم دونجا، نجم منتخب البرازيل الاسبق ومدرب الفريق. نروح لكاس العالم الاخيره. هل توقعت ان الارجنتين ممكن تفوز بالبطوله رغم بدايتها السيئه، العرض على المنتخب السعودي والفوز على الارجنتين 2-1؟ ناس قليله توقعت ان الارجنتين تكسب، لكن بالخبره المنتخبات الكبيره اللي بتبتدي بصوره سيئه وبتبتدي تنمو وتنمو البطوله، بيكون من الصعب انهم يخسروا الفرصه في الاخر. الارجنتين كانت راحت النهائي مع المانيا، ودلوقتي كانت مختلفه. الارجنتين فهمت ان لازم تلعب واللاعبين تلعب لميسي، وميسي لازم يلعب للارجنتين. لغايه الوقت اللي ميسي وصل فيه كان ميسي حاجه والمنتخب حاجه، لكن لما اتحدوا مع بعض خلى الارجنتين صعب انها تنهزم. كل مباراه كان زي البرازيل في 94، كان كل مباراه بتكبر اكتر وبتكسب ثقه. حتى لو كان بيجي فيهم جون ما كانش بيستسلموا ابدا، ما كانش بيبطلوا ايمانهم بالفوز. الناس اتخضت، جالها صدمه من خساره البرازيل امام كرواتيا. المباراه بتصل الى وقت اضافي، البرازيل بتتقدم 1-0 وشكلها افضل واحسن، تسمح بهدف في مرماها، تخسر بركلات ترجيح. مع كل احترامي للمنتخب الكرواتي بقياده مودريتش الحقيقه اللي يعني بحييه وبحترمه جدا، لكن الفوارق كبيره بين المنتخب البرازيلي والمنتخب الكرواتي. برايك ايه هي الاسباب الحقيقيه لخساره البرازيل امام كرواتيا؟ اول حاجه ان الكرواتيا لعبت على كره واحده بس. الكرة العالية البرازيل ما كسبتش ولا واحدة من الرأسيات خالص، وكانوا بيلعبوا على لعبة كرة واحدة بس. كانوا منتظرين عارفين ان عندهم حدود في اللعب على نفس المستوى مع البرازيل، والبرازيل في اللحظة اللي كان عندها الأفضلية. حضرتك كنت لاعب وعارف لازم خلاص بعد 90 دقيقة لازم المباراة تنتهي خلاص. النهارده الفلسفة اللي عايز تلعب المباراة كلها الوقت كله، مباراة كرة القدم مش هجوم بس، لازم تبقى عارف لحظة تدافع فيها وتعمل كنترول على اللعب. فمهم جدا يكون في لاعبين بيفكروا في اللعب.
رأيك في المنتخب المغربي، هل كنت متوقع أنه يصل إلى نصف النهائي وأنه يؤدي هذه المباريات الرائعة، وأنه بيقصي أسبانيا وبيقصي البرتغال، بيقدم مباراة رائعة أمام فرنسا في السيمي فاينال، وحتى في مباراة كرواتيا تحديد المركز الثالث كمان، واحترام العالم كله للكرة المغربيه؟ كان منتخب جيد جدا، كان عندهم رقم 5 ممتاز جدا، كان بيجري الملعب كله. في المباراة ضد فرنسا المغرب كان عندها الفرصة انها تحرز، لكن هنا الفرق بين اللاعبين في الكواليتي. المغرب اللاعب اتوتروا بسبب فرق الخبرات، وفرنسا جات لها الفرصة وحددت المباراة، ودي الجودة الفنية. كريستيانو رونالدو على وشك الاعتزال، ذهب إلى السعودية. ميسي نفس الأمر، ذهب إلى أمريكا. أساطير كرة القدم العالمية اللي احنا تربينا عليها واللي احنا حبيناها بدأت تختفي. مبابي عنده مشاكل كتيرة جدا جدا، وبالتالي شايف انه عصر النجم الأوحد انتهى. ظاهرة ميسي وكريستيانو رونالدو، أو رونالدو البرازيلي، أو بيليه، أو مارادونا، أو الأسماء العظيمة اللي كانت بس كل واحد كان علامة. شايف انه الظواهر دي بدأت تختفي، أو بعد اعتزال ميسي وكريستيانو هتنتهي تماما؟ شايف ان هيكون في نجم دايما هيظهر اكتر، هياخد وقت اكتر في الظهور. لكن فيني مثلا البرازيلي في ريال مدريد، مبابي، في لاعبين يقدروا يظهروا اكتر ويتألقوا. لكن لما بيليه ظهر ترك اللعب وجه حد مكانه كان صعب. لما يطلعوا كريستيانو رونالدو وميسي صعب حد طبعا ياخد محلهم وياخد مكانهم.